السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدتي، اليوم سأقدم لكم طريقة تحضير كيك رولي بالبسكويت. كيجي جديد ورائع جدا وسهل في التحضير ديالو. كنحتاجو هنايا استعملت 3 العلب من البسكويت اللي طحنتهم رجعوا بودره كيف ما كتلاحظوا. بالنسبه للبسكويت استعملت هذا النوع هذا، بامكانكم تستعملوا اي نوع كتفضلوه. هنا عندنا كأس الا ربع من الحليب، عندنا نصف كأس من سكر سنيدة، عندنا نصف كأس من جوز الهند او الكوك، عندنا هنا كريم شانتي اللي خفقناها، عندنا 6 القطع من الشوكولا، عندنا 2 ملاعق من الزبده، عندنا قطره من نكهه الفانيلا، غنستعمل غير واحد القطره. هنايا عندنا ملعقه من الكاكاو المر. نبداو سيداتي في تحضير الكيك. اذا سيداتي هنا خدينا كاسرون، غنوضعوا فيها دوك 2 معالق من الزبده حتى يذوبوا تماما. نوضعوها تذوب على نار مهيله. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا، من بعد ما دابت الزبده اللي عندنا غنضيفوا عليها نصف كأس من سكر سنيده، نضيفوا كأس الا ربع من الحليب، غنضيفوا ايضا الكاكاو، وغادي نضيفوا الشوكولا، ايضا غنضيفوا واحد القطره من نكهه الفاني، غير قطره. غادي نوضعوا هاد المكونات على نار مهيله حتى تذوب وتنسجم مع بعضها. كما كتلاحظوا معايا نوضعوها فوق النار. اذا سيداتي، بالنسبه للكريم الشونتي غادي نخلطوا معاها الكوك او جوز الهند، غنخلطوهم مع بعضياتهم. وبالنسبه للمكونات اللي وضعناهم في الكاسرون، ها هما راه غلاو جيدا كيف ما كتلاحظوا، دابوا وغلاو. اذا البسكويت ديالي غادي نوضعوه في شي اناء واسع بهذا الشكل هذا، وغادي نبدا نضيف هذاك الخليط اللي عندي، وغادي نجمع به هذا البسكويت هذا تنحصلوا على عجين. نجمعوا به البسكويت حتى نحصلوا على واحد العجين. غنزيد نضيفوا دفعات باش ما يسيحش لينا، تنحصلوا على عجين. اذا سيدتي كيف ما كتلاحظوا معايا داك البسكويت ديالي راه جمعته. كيف ما كتلاحظوا كنحصلوا على واحد لاباط بهذا الشكل هذا. شتي لاباط ديالنا كيف كتجي؟ حنا راه جمعناها حصلنا عليها بهذا الشكل هذا. غادي نخليوها حتى تبرد مزيان، نخليوها تتبرد تماما نخليوها تتبرد تماما وندوزو للمرحله المواليه. اذا سيداتي من بعد ما بردات لاباط ديالنا، هنايا عندي سلوفان كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي نفرشو من الاسفل، نحاول نقطع وغادي نوضع لاباط ديالي في الوسط، وغادي نعاود نغطيها بالسلوفان مره ثانيه باش تجيني سهله في التسريح ديالها. اذا سيداتي من بعد ما وضعناها وسط السلوفان، غادي ناخذ الدلاك ديالي وغادي نبدا نسرح فيها بهذا الشكل هذا. نسرحها
اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا معايا، من بعد ما سرحت هذاك العجين ديالي وسط السلوفان بهذا الشكل هذا، غادي نزول السلوفان من الفوق. اذا سيداتي غنحاول نزولوا هذوك الاطراف هكا المشنتفه بهذا الشكل هذا، نزولوهم. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا معايا كنحصلوا على مستطيل بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. وهذا العجين غادي نعاودوا نستعملوها، نديروها في السلوفان بهذا الشكل هذا. اذا سيداتي غادي ناخذوا لا كريم شونتي ديالنا، غنضيفوا عليها جوز الهند وغنخلطوهم. اذا سيداتي من بعد ما خلطناه غادي نوضعوه فوق العجين ديالنا. بامكانكم تستعملوا اي نوع من المكسرات، ماشي ضروري نستعملوا الكوك، نستعملوا حسب الرغبه. غنمشيو نسرحوه فوق العجين ديالنا. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا من بعد ما وضعنا عليه الشونتيي، الان غادي نبداو في اللفان ديالو، نلفوه بهذه الطريقه هذه. حاولوا غير بشويه باش ما يتكسرش لينا، نلفوه بهذه الطريقه ما نخافوش. نلفو اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا معايا نلفوه غير بالسلوفان بهذه الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا كيف كيجي الشكل ديالو. اذا سيداتي غادي نوضعو في اناء تقديم وغادي ندوزو للتزيين ديالو. اذا سيداتي هنايا عندي بلاستيك غذائي اللي وضعت فيه الشوكولا ديالي اللي غادي نزين بها الكيك. نبداو على بركه الله في تزيين الكيك ديالنا. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا معايا زينت الكيك ديالي بالشوكولا. والان سيداتي عندي بوش فيها الشونتيي، غادي ندوزو نكملو التزيين ديال الكيك ديالنا. بسم الله. نوضعو اوريدات بهذا الشكل هذا. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما زينا الكيك ديالنا بالشونتيي بهذا الشكل هذا، انا هذاك العجين اللي شاطليان ديال البسكوي حضرت به هاد الاشكال هذه. سرحت العجين ديالي في وسط السلوفان وطبعتها بهاد القوالب هذه الصغيره، عطاتني هاد الاشكال غنزين بهم الكيك ديالي بالشكل هذا. اذا سيداتي هذا هو الشكل النهائي بالنسبه للكيك رولي ديالنا بدون فرن. كيف ما كتشوفوا كيجي رائع وراقي وسهل في التحضير. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. ما تنساوش توضعوا لايك للفيديو وتشتركوا معنا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.